كلنا صحينا الصبح النهارده على خبر صدم كل الناس اللي عندها قنوات يوتيوب واللي عندها حساب ادسنس بتستقبل عليه دفعات الفلوس بتاعت القنوات بتاعت اليوتيوب. في الفيديو ده هشرح لك ازاي تحل المشكله اللي كلنا بنعاني منها من اول اليوم، عشان كده لازم تكمل الفيديو ده لحد الاخر. باختصار، هي المشكله اللي حصلت ان ادسنس بعت للناس كلها الصبح ايميل وقال لهم ان الدفعات ابتداء من يوم 1/5/2025 هتبقى بالجنيه المصري، بمعنى انك انت هتستلم الدفعه بتاعتك بالجنيه المصري. طيب اضراره ايه؟ اضراره ان الناس طبعا كلها اللي كانت متعشمه ان هي تاخد الفلوس بالدولار هتبدا تعمل حسابها ان هي تاخد الفلوس بالجنيه المصري. دي طبعا بالنسبه لناس كتير جدا مشكله. انا جاي بقى النهارده اقدم لك حلول للموضوع ده. اول حاجه ان احنا عندنا لسه فتره طويله، حوالي 7 شهور، احنا لسه قدامنا وقت كبير جدا ان احنا نفكر هنعمل ايه. تاني حاجه انك انت ممكن تعمل او تاسس شركه صغيره من دوله تانية وتبدا ان انت تحول الفلوس عليها لو انت حابب تعمل ده. الحل الثالث اللي ممكن الكتير جدا يلجأ له انك تنضم الى يوتيوب بارتنر او شركه بارتنر مع يوتيوب، دي 1,000,000% هتقبضك بالدولار. وعشان تعرف ازاي تعمل ده فاستاذنك تبعت لي في الرسائل في الدي ام على الانستجرام او على اي بلاتفورم، وانا هرد عليك واقول لك تعمل ده ازاي، واضمن لك 1,000,000% ان انت فلوسك كلها هتاخدها بالدولار مش بالمصري خالص. والمسج اللي اتبعتت دي ما تخليش حد ان هو يبطل صناعه محتوى، لا كمل في صناعه المحتوى عادي، وكمل في انك انت تعمل فيديوز وما توقفش، لان انت لو وقفت خلاص يبقى شغلك كله انتهى. وتمنياتي للجميع ان هو يكمل شغله. بس عايز اقول حاجه ملاحظه، الناس اللي بتحول فلوس على ويسترن يونيون لازم دلوقتي تفكر في طريقه ثانيه للدفع، حساب بنكي بالمصري، علشان الويسترن يونيون خلاص يعتبر كده انتهى من اول 1/5/2025. تمنياتي للجميع بالتوفيق، وان الفيديوهات بتاعتكم تتشاف، وان قنوات اليوتيوب بتاعتكم تكبر. واي استفسار او اي سؤال ليه علاقه بالموضوع ده انا منتظر اسئلتكم على الدي ام على كل وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا ليكم.